5 حاجات ما عجبونيش في سلسله الايفون 17. شكله هيبقى وحش جدا. انا بحجز الموبايل بكره. اول حاجه ما عجبتنيش ان مفيش اختيار لون اسود في البرو ماكس. اللون الاسود متاح في النسخه العاديه والنسخه الاير، ولكن برو ماكس مفيش اسود انيمور. تاني حاجه، كل الايفونات هتبقى اي سيم الا في بعض الدول القليله، ولكن احنا عندنا في مصر طبعا هنبقى زي الخليج، هيبقى نفس الكلام اي سيم، مفيش فيزيكال سيم. طبعا ده عشان يكبروا حجم البطاريه. طيب وايه المشكله في كده؟ ما احنا اوريدي عندنا اي سيم في مصر. للامانه يعني انا لسه مش واثق في الاي سيم عندنا في مصر يعني كومبليتلي. انا اغير كل خطوطي انها تبقى اي سيم، مش عارف الان. وده اللي من رايي ممكن يخلي سعر سلسله ال 16 بتاع السنه اللي فاتت تفضل على سعرها، وممكن تزيد علشان هي ماسكه العصايه من النص، معاك الاي سيم والفيزيكال سيم. مش عارف، ممكن اكون فتحت العيون التجار على حاجه هم مش واخدين بالهم منها. تالت حاجه ما عجبتنيش وهي تخص الايفون اير. اللي ما عجبكش ده الايفون الجديد بتاع السنه دي. بص هو شكله جامد بصراحه، خاصه اللون الابيض ده، ولكن في تخوف كده في دماغي انا خايف منه ان هو يحصل قدام. الموبايل ده حاطه فيه المعالج الاي 19 برو مش الاي 19 العادي. طب وايه المشكله في كده؟ دي حاجه كويسه. لا يا سيدي مش لطيفه خالص. اذا كان المعالج ده حاطينه مثلا في النسخه برو، حاطين معاه تبريد، وان هو كمان قطعه واحده من الالومنيوم و وكل ده بس عشان نبرد حراره المعالج اللي هي معروفه بتبقى زياده شويه، شويتين 3 4. ما بالك بقى احنا حاطينه في مساحه اصغر، مكبرين البطاريه هي اللي واخده اغلب حجم الموبايل، شلنا كمان الاي سيم خاصه في النسخه دي، ومفيش تبريد، مفيش مساحه، ما فيش اي حاجه خالص. فمش عارف، حاسس ان هو هيبقى مجرد شو، وهيبقى في ابديت هيجي هيقلل تردد المعالج ده. يعني انا بخمن، مش عارف ده اللي هيحصل ولا لا، بس يعني ده ميك سنس جدا. طبعا كالعاده زودوا سرعه الشحن ل 40 واط، ولكن انت مضطر ان انت تشتري الشاحن المنفصل وتشتري الماكسيف منفصل وكل حاجه منفصله عشان احنا بنحافظ على البيئه جدا. خامس حاجه وكنت بتمنى اللي هي تبقى اكبر من كده، وهي الكاميرا الزوم، ان احنا ممكن نوصل لابعد من كده. 8 اكس انت لسه ورا قوي، ده احنا عدينا ال 120. صحيح هي مش يوزابل اول 120، انا مش عايز 120، بس عارف لو كان في زوم اكتر شويه كان هيبقى جامد جدا. دول كانوا 5 حاجات عندي ملحوظات عليهم، اتمنى في حاجات منهم معينه ما تحصلش، ولكن لو انت عندك نفس التحفظات دي في حاجه تاني ما عجبتكش ابقى شاركني برايك تحت في الكومنتات، وخاصه الالوان عشان انا مش عارف اشتري لون ايه. هتلاقي زي استفتاء تحت كده بختار اللون اللي عجبك. واستنى الفيديو اللي جاي علشان هيبقى فيه بقى الحاجات اللي عجبتني جدا في الايفون 17 السنه. فما تنساش تعمل لايك وفولو، واستنى الفيديو اللي جاي. بيس.